مفيش حاجة مصبرانا على الحر اللي احنا فيه ده غير الحلويات الباردة اللي احنا بنعملها. دي بقى من ألذ الحلويات الباردة اللي ممكن تعمليها. طعمها يجنن، حلوة جدا جدا وسهلة جدا جدا، يعني حاجة كده سهلة وسريعة وهتعمليها مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط. هتقومي تعمليها للولاد، بما ان الجو حر بقى ومش عايزين نولع فرن ونعمل كيكات وحاجات، لا احنا هنعملها على البارد كده، حاجة كده تجنن وترطب على قلبنا في الحر ده. شايفين حتى شكلها عامل ازاي؟ ممكن تعمليها بقى في صينية، ممكن تعمليها في بولات براحتك خالص. بس الأول نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين جمالها يا بنات؟ حلوة جدا جدا بجد، والولاد هيفرحوا بيها قوي قوي قوي. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملناها ازاي. هنجيب بولة هنحط فيها كوباية مية مغلية، وهنجيب باكت من جيلي المانجا، باكت واحد بس. هنقلبه بقى في المية المغلية بتاعتنا، بس انا هحط بقى معلقتين كبار من السكر. طبعا انتوا حفظتوني لازم الحاجة تبقى مسكرة شوية، يعني بحب الحاجة الحلوة مسكرة زيادة شوية. انت مش عايزة وتكتفي بالسكر اللي في الجيلي براحتك خالص، ممكن تحطي معلقة ممكن ما تحطيش براحتك. انا قلبتها كويس جدا، جبت نص كوباية مية من الحنفية عادية جدا وزودتها وقلبتها، وهنحطها على جنب بقى كده لما تبرد. وهنخلص دي بقى كريم شانتيه انا ضربته، طبعا كلنا بنعرف نعمله، ودي منجاية متلجة، يعني انا قطعتها بقى وفرمتها كويس وبعدين ايه ضربتها بالمضرب مع الكريم شانتيه. كريم شانتيه يا جماعة نص كوباية من الكريمة وكوباية الا ربع مية متلجة او حليب متلج، وفي سكر. طبعا جبت التوينكس بتاعي، طبعا توينكس كيكة التوينكس دي كلنا عارفينها. هنجيب بقى ايه حسب انتي البولة مثلا اللي هتحطي فيها، ممكن تعمليها في بولات صغيرة على فكرة وتقطعي التوينكس ده قطع مربعات كده وتحطي، ممكن تعمليها في صينية، اي حاجة اللي يريحك. جبت بقى كوباية من الحليب وهنسقي التوينكس بتاعنا، طبعا ايه حاجة سهلة وسريعة كده وايه ما خدتش معانا وقت خالص. خلصناها نجيب بقى الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها، طعمها جميل جدا يا جماعة، الكريمة مع المانجا يا سلام عليها. بس ما ننساش بقى ايه نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معي في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا انا ايه فردت الكريمة بتاعتي على التوينكس، هنفردها كويس جدا وهحطها في الفريزر لحد بس ما اقطع المانجا بتاعتي وبعدين هطلعها تاني. طبعا انا عملت ايه قلب تاني اهو، انا حطيت البولة التانية في الفريزر وطلعت دي. لما كنت قطعت المانجا بقى نحطها فوق وش الكريمة. طبعا يا جماعة لو مش انا حطيت الكريمة في الفريزر، كان لما اول ما احط المانجا بتاعتي هتغطس في قلب الكريمة، لازم تتجمد شوية. طبعا ده الجيلي برد تماما، هنحط بقى طبقة كويسة كده وحطيناها طبعا في الفريزر تاني نص ساعة بس كده. وعملنا طبعا حاجة حلوة للولاد كده فرحوا بيها جدا، وما خدتش معانا اي وقت خالص، يعني قمت كده عملتها في 10 دقايق بالظبط كنت مخلصاها. سهلة وسريعة جدا جدا وطعمها خطير بجد. شايفين الجمال؟ حاجة كده عظمة ما شاء الله عليها، حلوة جدا جدا بجد يا بنات جربوها. طبعا كلنا الايام دي المانجا يعني كتير جدا في السوق، وهتعملي يعني هي مانجاية واحدة اللي انا قطعتها دي وحطيتها فوق وش الكريمة او الحلة بتاعنا. وطبعا انا عملت بولة تانية كمان او قالب تاني وحطيته في الفريزر يسقع علشان خاطر احطه فوق المانجا زي ده بالظبط. شايفين الجمال؟ حلوة جدا ما شاء الله عليها، ونص كوباية كريمة عملت لي بولتين كبار وحلوين جدا جدا، والعيال كانوا فرحانين بها قوي. طعمها يجنن، جربوها يا بنات بجد ومش هتندموا. شايفين العظمة ما شاء الله عليها؟ جربوها وبألف هنا وشفا للي يجربها.